هو احنا ليه بنستمتع بفضايح المشاهير؟ سؤال صعب شوي. ده انت ممكن تبقى راجع من الشغل، تدخل على الموبايل تلاقي خناقة بين 2 ممثلين ترند، فتروح فاتح وتتفرج على الفضيحة، ما تتغداش، متعملش حاجة، وتقعد كمان تتفرج في الكومنتات عشان تعرف كمان الناس بتقول ايه. يعني مش بس مهتم بالخناقة، ده انت مهتم الناس كمان رأيها ايه في الحكاية، حتى لو كان الكلام اي كلام والناس بقى تزود وتقول من عندها، وانت جواك سعادة وسلام نفسي وداخلي، وسايب اللي وراك كله، وسايب أكلك وشربك وحياتك وتطوير نفسك وذاتك، وقاعد بتتفرج على الترند. تفتكر ليه؟ الغريب بقى في الحكاية إنه أوقات كمان الناس تعمل جروب على الواتساب عشان يتكلموا عن مهرجان الجونة. شفتوا كانوا لابسين إيه؟ شفتي الحلق؟ شفتي كان تحفة؟ شفتي كانت عاملة شعرها كان صعب قوي، شكله وحش. عارف إن أوقات كل أحكامك عن الناس دي بيكون ليه سبب فراغ جواك أنت بتملاه، أو أوقات كده تقول الحمد لله إحنا مش زيهم. الناس دي برضو صعبة جدا، حياتها شقاء، بيبقى عشان ما تبصش على مشكلة داخلية عندك، لما تهتم بمشاكلك وتطوير نفسك فنروح نبص على مشاكلهم أسهل، نشوف هما الناس بتقول عنهم إيه، عشان ما أحسش إن أنا غلط، عشان أملى نفسي أنا من جوه، عشان أحس إن أنا تمام وكويس، ما أروحش أبص على حاجة تانية. وأوقات عشان أقول الحمد لله على اللي أنا فيه، برضو اللي أنا فيه أحسن. وفي كل الأحوال اللي انت بتاخده ده مسكن وهمي، انت بتعملش حاجة لنفسك لذاتك، انت كل اللي انت بتعمله انك بتهرب بس بطريقة وهمية، بتهرب من مشاكلك وحياتك وتروح تعيش في حياة ناس تانية، او تبقى القاضي في حياة ناس تانية. بس تعالى بقى اقولك ايه رأي علم النفس في الحكاية دي؟ علم النفس رأيه في الحكاية دي ان انت بيحصلك شماتة بطريقة غير واعية، وده مش معناه ان احنا وحشين لا سمح الله، ولا احنا اشرار، لا احنا كويسين جدا، لكن ده بيبقى رد فعل من العقل بتاعك، لان احنا دايما عندنا، او صفاتنا البشرية ان احنا عندنا مقارنة، بنقارن الكواليس بتاعت حياتنا الملخبطة الصعبة اللي كلها تحديات بالواجهة بتاعت حياة الفنانين اللي بتلمع اللطيفة الجميلة، من غير ما نبص على الكواليس بتاعتهم، مع ان الكواليس بتاعتهم ممكن تبقى ملخبطة جدا. زي هيدي كارم كده لما طلعت قالت لك، وكانت شجاعة جدا، حبيت طريقتها وحبيت كلامها، كانت بتقول ما تبصوش علينا احنا الفنانات بعد ما بنخلص لبس وستايلينج ونصرف على شكلنا ولبسنا وجسمنا، وتيجي انتي واحدة عادية تبصي علينا وتقولي واو أنا عايزة أبقى كده. أكيد لأ، أكيد إحنا لازم نهتم بالجوهر، إن الناس دي طلعت برضو من كواليس وخناقات ومشاكل عشان توصل بالواجهة اللامعة دي ويقفوا قدام الكاميرا شكلهم كده، شكلهم منور وجميل ونحب شكلهم، بس إحنا نعرفش في الكواليس في إيه. وهو ده اللي بيخلينا نحكم على كل الناس حوالينا. نيجي نشوف واحدة مبسوطة جدا فنيجي بس، أو نيجي نشوف واحد كويس جدا في شغله ابن المحظوظة، بالرغم إن إحنا نعرفش إيه الكواليس ووصلوا لهنا إزاي، يعني وقفوا كده قدام الكاميرا دي إزاي بقى شكلهم بيبرق كده، طالعين من خناقة عاملة إزاي. ده ممكن يكونوا ما ناموش طول الليل أصلا، صح؟ لا، ده إحنا كمان أخبارهم ومشاكلهم بتملانا من جوه، لأن إحنا بنيجي بقى نقول لنفسنا طب ما إحنا كويسين أهو، ما هم عندهم مشاكل وحياتهم خربانة أهو، يعني ده معناه إن أنا كويسة، فنبدأ بقى نحس إن إحنا تمام، إحنا كويسين على فكرة، ما هو عندهم مشاكل. بس الموضوع هنا مش صح. الموضوع إن أنت بتقارن نفسك بحياة الناس وما بتقارنش نفسك بنفسك وتطويرك وإن أنت كنت فين وبقيت فين. أنا عجبني جدا لقاء لهنا الزاهد، كانت في صاحبة السعادة بتهيألي، وكانت بتتكلم إن مامتها إن هي أثناء تصوير مسلسل كانت مريضة شوية، وإن هما حياتهم كانت صعبة جدا، وإن هي أثناء المسلسل ده كانت متبهدلة قوي. رغم كده إحنا شفنا مسلسل جامد جدا وكسر الدنيا، بس ما شفناش الكواليس، ما شفناش حزنها، ما شفناش مأساتها، ما شفناش كانت قاعدة في الاستوديو أو اللوكيشن كانت عاملة إزاي، كانت بتعمل إيه أصلا. كل ده إحنا ما اتكلمناش عنه، شفناها بس بعد ما خلصت المسلسل
بتحكي ببرنامج زي أي برنامج قصة مؤثرة جدا، لكن احنا مشوفناش معاناتها أصلا. ده الأسوأ إن أنا لقيتهم كاتبين خبر عن مي عز الدين ومنزلين قصة حبها هي وتيمور، وبيقولوا بقى إيه، احنا مش عارفين هيجيب لها التروما ازاي. ليه يا جماعة؟ ليه ما نشوف ناس مبسوطة وناس سعيدة؟ بقيت أحس إن الناس بتتفرج على الحاجات دي كأنه مسلسل، هما مستنيين النهاية، مستنيين هي هتتوجع ازاي، احنا مستنيين بقى الحلقة الأخيرة، مع إنهم بشر زيهم زينا، حقهم ينبسطوا، حقهم يفرحوا، حقهم يسافروا، من غير ما حد ياخد اللقطة، من غير ما حد ياخد أخبارهم دي ويقعد يحلل فيها ويضايقهم بكمية وجع هم مش قادرين. بيبقى كفاية عليهم مشاكلهم، كفاية عليهم مصايبهم أصلا. طب الحل احنا هنفضل في شاريين كده لحد امتى؟ الحل هنا انك لما تلاقي خبر منشور عن فنان عن حياتهم العاطفية، اسأل نفسك هو أنا ايه اللي مضايقني من شريك حياتي؟ طب فلان ضيع فلوسه فين؟ اسأل نفسك أنا ايه مشكلتي في فلوسي وبتتصرف فين؟ أعرف أحافظ على فلوسي ازاي؟ مش أبص على حاجة الناس. اللي أنا عايزة أقوله لك، بطل تتفرج على حياة الناس التانية، بطل تضيع وقتك وأيامك في حاجات ما تخصكش، في حاجات ما تخصش أيامك أنت، ما تخصش بنائك أنت الشخصي، ما تخصش حتى إحساسك ومشاعرك أنت. يعني لو أنت عايز تعمل حاجة بجد اعملها جوه حياتك. لو عايز تحكم على شكل حياتك قبل وبعد، احكم أنت على حياتك أنت، بدل ما تروح تتفرج على حياة حد تاني وتضيع وقتك ومجهودك وطاقتك. خلي طاقتك دي بتاعتك انت، ليك لوحدك، مشاعرك حافظ عليها لنفسك، بدل ما تتفرج على فيلم أو مسلسل تروح تتعلم منه. حاول تعرف تتعلم من نفسك في حياتك من أخطائك، بدل ما تروح تتفرج على الناس التانية وعلى مشاكلهم وغلطاتهم وتدور وراهم يا بني آدم، وتسيب حياتك انت. الوقت اللي انت هتهدره في انك تدور ورا حد، دور ورا نفسك ايه اللي انت محتاجه عشان تقف على رجلك، وده أحسن لك وأهون لك. دع الخلق للخالق، وهي دي فعلا أكتر حاجة هتريحك في حياتك. ولو ما تعرفنيش، أنا كوتش مديحة بالمناسبة، وعشان تشوفني تاني فمحتاج تعملي فولو وشير بقى كمان بالمرة. وبس كده، باي باي.